انا قلت لك ذاك اليوم حتى في الحلقه ابو خالد انت ما كنت حاضر، انا قلت ما لي شغل في اشخاص ولا شغل في ما اشخاص. انا اقول تمثل اتحاد انت الحين ولا لا 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 امثل رياضي. تمثل رياضي؟ اي رياضي، بطرح القانون بشكل رياضي. يا ليت بعدين توريني القانون الجديد ايضا اللي صار فيه تعارض، ما دام انك تمثل رياضه ما قاعد تمثل جهه واحده بس. لا 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 بالعكس خالد، انا اتمنى انا ابو خالد بقول شغله، انا الحين مصلحه الرياضه الكويتيه لا هي اللي تطغى، مو هي مصالحنا الشخصيه. نعم وانا اتفق وياك في هالنقطه هاي ترى لعلمك. انا معاك بس لازم تتكلم بالطرفين ان الطرفين شنو خطأهم وشنو صح، بس انما تتكلم جهه واحده لا لا لا. بس احنا بنتكلم يا ابو مرزوق معلش، احنا بنتكلم عن طرحت انا مواد محدده، هذه المواد غير قابله للنقاش في الفيفا. ماده 13 و18 و17 ما هي قابله للنقاش ولا لان يعني حتى ان تطرح للتعديل، او هذه قوانين ثابته اذا انت خالفتها راح توقف. وهذا ذكرته في الحلقه السابقه. انا الان اقول لك يا ابو مرزوق، احنا وصلنا لمرحله الان يجب على الاطراف، يعني كتاب اللجنه الاولمبيه الدوليه شنو قال ابو جاسم؟ قال على الاطراف ان تجتمع تكون فريق عمل لحل المشاكل الرياضيه، فريق عمل ما هو طرف عن بمنع عن طرف الاخر، طرف اللجنه الاولمبيه وطرف الهيئه العامه للشباب والرياضه او وزاره الشباب ايا كان، المهم طرف حكومي. الاتحاد لا احنا هو الاتحاد واللجنه الاولمبيه رئيسهم واحد. بالضبط. اي خرق يا ابو مرزوق بقول لك شغله بس، اي خرق لاي اتحاد هو يرجع نفس الشيء لا عندك سلاحين، اذا ما وقفوك اللجان الاولمبيه يوقفوك راح يوقفوك الاتحاد. تلاقي ذراع هني لا 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 انا بقول شغله، انا ما يعني اللي وصل التعارض اللي صار هذا لا ياخذه ويروح طاوله استماعات مع الحكومه. لا انا يقول لهم شنو ممكن يوصل. انا ابيك يا ابو جاسم، واذا انا ادور مصلحه البلد وتطبيق القانون اكتب كتاب رسمي وافق عليه الهيئه وارسله. اقرا شو اقرا فيه؟ اقرا. لا ماده 13 وماده 17 ما تعطيني مواد. انا اقول لك اذا انت تبي في تعارض يا ابو جاسم، في تعارض واملك الشجاعه، انا املك شجاعه واشوف انه في تعارض اسجل الكتاب واروح اجتمع وياك انت يا هيئه اللي بيدك الغلط. لا تدزني، تعال اجتمع وياي، واذا انا ما اخذت وياك اقول لك شوف بكتب كتاب واملك الشجاعه اني اعلن ان انا اللي كاتب الكتاب، واكتب تحت مرفق نسخه للهيئه العامه لشباب الرياضه عشان يعرفون، واملك الشجاعه واطرشها. تاريخ 26 اللي طرشها حق الفيفا. لا 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 هذا اللي قاعد اقول لك، اللي طرشها حق الفيفا طرشها حق الفيفا. اسمعني ابو جاسم، حطه قدام ابو مرزوق. عفوا. الكتاب اللي ارسل للاتحاد حول الايقاف ومعارضه بعض القوانين بناء على لوائح الاتحاد الدولي. بناء على منو بلغ يا جماعه خلنا منو بلغ شنو؟ الطبق مكشوف بالكويت وبالخليج. منو بلغ شنو؟ لا خليني اقول لك شغله. تفضل. القوانين كلها متقاربه وتدخل حكومي ودعم حكومي كلها في الخليج. بس ما حد اتكلمها بصراحه، ما حد يتجرأ يشتكي على دولته بالخليج. لا ما حد يتجرأ. لا احنا ديمقراطيتنا نستخدمها في بين قوسين لاشياء مصالحنا الشخصيه، على بالنا احنا ديمقراطيه. لا ونوصلها بطريقه مباشره. لا حبيبي واضحه. معلش دش قوانين وشوف. اسمع كلامي زين، ترى عارفين احنا بس ما حد يتجرأ بالخليج، يحترمون ويدافعون عن بلدهم. اسمعني بس انا اروح مدس، لا انا املك الشجاعه اذا انا ابي مصلحه